تعالوا نعمل شوية دلع من اللي اتمنع، حاجة كده فاخر على الآخر من بتاع أيام زمان. الوصفة دي أنا بعملها لأغلى الغاليين، جربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا. هنيجي فوق على النار أو حلة غويطة، وهننزل بمعلقة سمنة أو زيت عادي، وهننزل بأي كمية لحم، بس يفضل تكون من الموزة أو من السن، بتكون أفضل مع الخضار لأنها بتكون طرية. يكون الزيت سخن جدا عشان تاخد الصدمة وما تنزلش السوائل بتاعها. وهنحمرها على كل الاتجاهات، وهنغطي عليها 7 دقايق على نار هادية، ونقلب من وقت للتاني. وبعد كده هنضيف بصلاية كبيرة أو 2 وسط متقطعين جوانح، وأول ما لونها يتغير ويبقى دهبي كده، هننزل بواحد فلفل رومي، ولو عايزينها سبايسي ضيفوا فلفل حار وقطعوه صغير. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة توم أو 3 4 فصوص توم متقطعين شرايح، ونقلبهم كويس جدا لحد ما ريحتهم تطلع. وبعد كده هننزل بحبيتين بطاطس متقطعين بالسمك اللي هتشوفوه ده، ولا هي سميكة قوي عشان تستوي مع اللحمة، ولا هي رفيعة عشان ما تتهريش، وسط. وبعد كده هنبهرها بمعلقة ملح صغيرة، ونص معلقة فلفل أسود وكركم، ومعلقة صغيرة بهار مشكل وبابريكا، ورشة سكر عشان نكسر الحموضة بتاع الطماطم. خدوها قاعدة، أي حاجة فيها طماطم حطوا فيها رشة سكر. والزعتر كمان بيودي اللحمة في حتة تانية خالص. هنخلط كويس جدا، وبعد كده هننزل بحبيتين طماطم متقطعين صغير أو عصير، ومعلقة معجون طماطم صغيرة أو كبيرة، وكوبايتين مية سخنين جدا. وأول ما تتسبك هنحطها في صينية أو بايركس، وندخلها الفرن على الرف الوسطاني من نص ساعة لساعة إلا ربع. وبالعافية عليكم، جربوها ومش هتندموا. وما تنسوش شوية لايكات وشيرات مع شوية بهارات. سلام يا حلوين.